قصة النهاردة مزعجة، مؤلمة، مقرفة، فيها كل حاجة ممكن تقولها. واحد بيحكي لي بيقول لي أنا كنت عايش عيشة كويسة، يعني عادي الطبيعي بتاع أي اتنين متجوزين، يوم حلو ويوم وحش، يوم حلو ويوم وحش. بس غلطتي الوحيدة إن أنا كنت صاحبي ده دايما 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 عندي، يعني كل يوم، يعتبر كل يوم موجود عندي في البيت. كان لازم بعد ما نخلص شغل ونيجي نسهر عندي في البيت. ما كنتش عارف ان في ان ده اللي هيحصل، او ما كنتش مخون ان مراتي تعجب بصاحبي وصاحبي يعجب بمراتي وانا مش دريان باي شيء. اكتشفت ان هي رافعه قضيه خلع، واليوم اللي كسبتها فيه واليوم اللي خدت فيه يعني يعتبر وصلت للنهايه ان هي اتطلقت، يعني في نفس اليوم ده اختفت هي وصاحبي. عرفت واتقصت لحد ما عرفت ان هما كان ليهم علاقة مع بعض وهربوا مع بعض، وسابت لي 3 بنات في رقبتي. انا مش عارف اعمل ايه، انا مش حزين عليها ولا حزين عليه هو شخصيا، انا حزين على بناتي اللي هيعيشوا بعار امهم عمرهم كله، وان مفيش حد هيرحمهم، لا جوازات ولا صحاب ولا جيران ولا اهل، من الكلام وحرقة الدم والمعايرة على امهم. خدتهم ومشيت ورحت سكنت في منطقة تانية خالص، بعت شقتي ورحت سكنت في منطقة تانية خالص عشان خاطر اعرف اربي ولادي ويعيشوا في مكان حواليهم ناس مش بيعايروهم مش بيضايقوهم على قد ما قدرت. وده اللي انا بعمله حاليا. بس بيكبروا وكل مادة ما بيسمعوا الكلام من الاهالي، من اهلي واهلها، بيفضلوا يسألوني ماما عملت ليه كده، وايه اللي خلاها تبقى ست مش كويسة وست خاينة زي دي. وهم بنات، اللي وجعني ان هم بنات، وان هم حتى مش هيعرفوا يبقوا عيشتهم طبيعية مع جوازهم بسببها. اعمل ايه؟ الله يكون في عونك، الله يعينك ويصبرك على اللي انت فيه وعلى البلوى اللي انت ابتليت بيها. بس الغلط غلطك، يا ما نقول يا جماعة بالله عليكم، وفي كل فيديو اساس المشكلة الصحاب، اساس المشكلة بيبقى التدخل، اساس المشكلة انفراد بيتك قدام اي حد غريب، حلو مر ما يتقلش. صاحبي وصاحبك على القهوة، صاحبي وصاحبك على القهوة، مفيش الكلام ده. مفيش انا وصاحبي بنسهر كل يوم عندنا في البيت، الكلام ده لا. الكلام ده له شرع وله اصول، له شرع ولا اصول. ان راجل غريب بيبقى داخل ودايس بيتك وشايف زوجتك قدام عينيه طول الوقت، بتقدم لكم اكل، بتقدم لكم شرب، بتعمل لكم مش عارفه ايه، رايحه جايه قدامه، دي حاجه مش كويسه. وانت بتقول كان يوم حلو ويوم وحش، فهي دايما طبعا حطت في اعتقادها ان ممكن يكون ده احسن منك. هي الله يكون في عونها من اللي هتشوفه في الدنيا واللي هتشوفه من ربنا، والله يكون في عونها من المتلازمه اللي هتبقى معاها زي اسمها العار. الله يكون في عونها ليه؟ لان اللي زي دي لما بتضر نفسها الضرر البشع ده، الضرر الكبير ده، بتبقى مش مستوعبه مدى الخطوره ولا مدى اللي هي اتسببت له ليها ولاسرتها. هي فكرت في نفسها بس وفي راحة نفسها بس، ما فكرت في فضيحتها وفضيحة أهلها وفضيحة بناتها وراجلها اللي شايلها سنين. ما فكرتش، هي فكرت في نفسها فقط لا غير، وفي راحة بالها وفي راحة عقلها فقط لا غير، إذا كان صح أو غلط. فالله يكون في عونها بجد، لأن الشيطان مش غواها، الشيطان عماها، مشاها في سكة اللي يروح ما يرجعش. يعني حتى لو انت توبتي ورجعتي تايبة، برضو اللي عملتيه ملازمك عمرك كله. فضيحتك او اللي انت اتسببتيها في فضيحه بناتك ملازماكي عمرك كله. تكفى ان بنات بيقول يا ريت ماتت اتقتلت ايا كان الوضع، ولا انهاش ان احنا نتعاير بيها سنين عمرنا، حتى بعد جوازهم لو اتجوزوا ناس عارفين قصتهم مش هيرحموهم. وانت غلطك اكبر، امنت على راجل صاحبك، اخوك، قريبك، ابن خالك، ابن عمك، ايا كان صفته، ما يخشش بيتك الا بحضورك وزياره عاديه من وقت للاخر بس. صاحبي وصاحبك طول عمرنا نعرف ان على القهوه اعز مليك على القهوه. حتى اخوك ما يصحش يخش بيتك وانت مش موجود، يخش وانت موجود.
وانت مش موجود، لا اقول اخ. بجبروتك رفعت عليه قضيه خلع وانت عايشه معاه. انت يعني مش جباره، انت مش بني ادمه، انت يعني والله مش عارفه، انا مش عارفه. انا غلطت اختار كلام اقوله في الناس اللي زي دي، في الستات اللي شبه دي. منك لله، منك لله، حسبنا الله ونعم الوكيل. زي ما دمرتي 3 بنات كانوا في رقبتك امانه قصاد ربنا، اخترتي غريزتك واقول ايه، اخترتي سكه والعياذ بالله مهما ترجعي منها. هو التواب بقى ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، بس الناس ما بتنساش الكلام ده، وولادك مش هينسوا الكلام ده، وجوزك اللي بيلوم نفسه وان هو دلوقتي متشحطط ب3 بنات، ده لو كان وحش زي ما انت سبتيه عشان الله اعلم اكيد اسبابك هتقولي ده وحش، كان بيضربني، كان بيهني، كان في حاجه اسمها انفصال والليله تخلص. هو عشان كده ربنا قال في حاجه اسمها طلاق. انما انت ياخد هو بناته ويتشحطط بيهم كده، فهو راجل كويس ما رماهمش زي ما انت رميتيهم. هو راجل محترم يحترم، ابن اصول، ما رماش بناته، ما رماهمش لستهم ولا لخالهم ولا لعمهم ولا، لا، ربى بناته ومشى بيهم من المكان كله، عشان الناس ونظرات الناس ليهم وهم نازلين دراستهم وراجعين من دراستهم بتوجعهم. وجعهم مش هيخف ابدا بسبب ام قذره شبهك. منك لله، وهفضل اقول منك لله. زي ما دمرتي راجل زي ده بولاده وبناته، الراجل بيقول لي حله ايه، ان هو احيانا بيبقى عارف مكانك، واحيانا بيبقى عارف مكان القذر اللي هرب معاكي الخاين، بس قال لك انا ما ضيعش نفسي عشان خاطر بناتي، مين هيربيهم ومين هيقف في ظهرهم. الراجل عايز يرتاح بكلمتين، الله يكون في عونه ويهون عليه ويقويه على تربية البنات ويسند ربنا اقول ايه، وينسي الناس اللي حواليهم، عشان الناس دي، عشان البنات دي تقدر تعيش. منك لله. السلام عليكم ورحمة الله.